السلام عليكم. رمضان مبارك. شحال هادي ما درنا فيديو توحشتكم بزاف. آه، دابا رجعت لكم بواحد السلسلة اللي غنسميوها مغرب أحفادنا ولا مشاريع مستقبلية للمغرب. باقي كنفكر شوية في الاسم. هاد السلسلة هادي غنتكلموا فيها على المشاريع اللي جايين، اللي غنعيشوا لهم حنا إن شاء الله والأولاد ديالنا والأحفاد ديالنا، اللي غيكون عليهم فائدة للأجيال القادمة إن شاء الله. غنبداو بواحد من أكبر وأقدم المشاريع في مدينة الدار البيضاء، اللي كلشي كيعرف السمية ديالو، ولكن قلال اللي عارفين علاش تعطل المشروع هذا وشنو الأسرار والحيتيات ديالو. كنتكلموا على مشروع المحج الملكي. الناس ديال كازا كيسمعوا هاد السمية هادي من الثمانينات. المحج الملكي من التسعينات الثمانينات وكتعاود هاد الاسم هذا. المحج الملكي هو بحال شارع اللي من المفروض يربط مسجد الحسن الثاني مع وسط المدينة. علاش هذا المشروع هذا ما كملش؟ علاش ما افونساش؟ هادشي غنشوفو في هاد لا فيديو هادي، وغادي نشوفو فين وصل هاد المشروع هذا وفين غادي. خليكم معنا نشوفو التفاصيل. أواخر 2025 وبداية 2026 وقعوا تحولات كبيرة في مدينة الدار البيضاء. الوالي مهيدية، اللي هو والي جديد اللي تعيين في مدينة الدار البيضاء، واللي كيقوم بواحد المجهود جبار باش يرجع المدينة للواجهة العالمية. وعمدة الدار البيضاء النبيلة الرميلي، اللي حتى هي كتقوم بواحد العمل ممتاز من نهار تولات المسؤولية، وهذه هذا رأيي الشخصي. هاد الناس هادو داروا اتفاقية وسيناو واحد الاتفاقية لإعادة إحياء مشروع المحاج الملكي. وهذا الشيء كنظن بأنه غادي يكون داخل في الرؤية الملكية لإعطاء واحد الإشعاع لمدينة الدار البيضاء، وتولي اون ميتروبول اللي كبيرة وتستعد لكأس العالم 2030 اللي ما بقى ليه والو. دونك هذا المشروع تم التسريع ديالو وتحركوا كاع الناس الفاعلين باش يخرج لأرض الوجود. من بعض الأرقام، الميزانية تحطات هي 2 مليار ديال الدرهم. 2 مليار ديال الدرهم لتسريع الأشغال. الفكرة اللي ولات دابا واللي ما كانتش قبل، هي ما بقاش شارع خاص غير بالسيارات، غير بولفار عادي، ولا كنهضروا على واحد المتنزه عصري، بارك أوربان اللي المساحة ديالو تقريبا واحد 50 هكتار. 50 هكتار فيها ممر للراجلين، فيها حدائق، فيها ملاعب إلى آخره. دونك باش هاد الشيء تولي هذيك المنطقة هي الرئة ديال الدار البيضاء ومتنفس للساكنة، وفي نفس الوقت كتم غادي في الشارع وكتخرج للبحر ديريكتومون، كتخرج لمسجد الحسن الثاني كيبان لك بديك العظمة ديالو وهذاك التحفة المعمارية اللي تقدر تبان لك على مسافة بعيدة دابا، حيت غادي تحل هذيك المنطقة، غادا تحل، ما تبقاش مخنوقة بالسيارات وبالحافلات وبالديور الآيلة للسقوط إلى آخره. بالنسبة للسكان اللي كانوا تما، حيت كانوا تما كيف قلنا الآلاف ديال العائلات والسكان وهذا، هادوك الناس الحل اللي تلقى ليهم واللي حل ممتاز هو إعادة الإعمار ديالهم وإعادة الإسكان ديالهم في منطقة النسيم، حي النسيم بالدار البيضاء وسيدي حجاج إلا ما خفت نكذب. حي النسيم هو واحد الحي جيد سيدي معروف، اللي حتى هو تمت إعادة إدماجه وولا واحد الحي اللي موديرن وكيتمودرنيزا مازال. علاش؟ حيت غتحل فيه أكبر كار ديال الTGV في المغرب، غادا تكون تما. الTGV اللي غادي يربط بين الدار البيضاء ومراكش وأكادير. دونك TGV داروا فيه واحد غيديروا فيه عمارات، عمارات سكنية، عمارات ديال المكاتب، أوتيلات، إلى آخره. دونك غيولي واحد المنطقة اللي موديرن وبحال واحد السونتر فيل في جهة النسيم. آآ
الرقم ديال العائلات كنظن واحد 16,000 عائلة، 16,000 عائلة هذا هو الرقم ديال الناس اللي غادي يتم الترحيل ديالهم وإعادة إسكانهم في ظروف لائقة واللي توالم للجميع. ألوغ الفكرة بدات في 1989. المرحوم الحسن الثاني الله يرحمه، جات واحد الفكرة بغا يربط مسجد الحسن الثاني بوسط المدينة، وبغا يدير واحد الشارع اللي غيكون العرض ديالو واحد 60 متر تقريبا، اللي كيجي يشبه الشانزليزيه ولا تايم سكوير، شارع اللي دايز كبير وسط المدينة ديال الدار البيضاء، واللي غادي يفتح المدينة على البحر ديريكتومون على جامع الحسن الثاني. آآ تحطات الفكرة، المشروع كان مشروع اللي زوين فكرة اللي كانت جديدة، شي حاجة اللي ما كانتش قبل في التاريخ ديال ولكن هذا المشروع هذا اصطدم بواحد العراقيل وواحد الصعوبات اللي كتخص الأحياء اللي غيدوز منهم إعادة الإسكان ديال هادوك الناس، ومشاكل عقارية اللي اصطدم بها المشروع وخلقات واحد العرقلة كبيرة اللي دامت عشرات السنين. كيف قلنا المشروع تحط في 1989 ودابا حنا في 2026 وباقي ما كملش هذا المشروع هذا. يعني تبارك الله هذيك المدينة القديمة والأحياء بحال درب الطاليان، درب الإنجليز، كارتيه كوبا إلى آخره، أحياء اللي فيهم ساكنة كبيرة وهداك الشيء متشبّك شوية، دونك كاين العائلات، كاين بزاف د الحوايج، والدولة ما بغاتش دير شي حاجة اللي غتضر بالساكنة، غتلقى الحل اللي كيوافق الجميع. هاد الشيء اللي خلّى المشروع تعثّر وتعطّل بزاف. آآ دابا خليكم معايا وغادي نشوفوا أشنو دار في 2026 وعلاش كنهضروا على هذا المشروع دابا. شنو خاصنا نعرف؟ خاصنا نعرف بأنه في 2026 2027 غادي يتم هدم كاع المنازل وغادي تسالي عملية الهدم باش يتحرر داك المكان اللي غيدار فيه المشروع. كيف قلنا الساكنة غادي يتم الإعمار ديالها والإسكان ديالها، وغادي تبنى المحطة ديال الTGV إلى آخره. هادشي كامل علاش؟ كلشي خاصو يكون واجد قبل كأس العالم 2030 باش الدار البيضاء تولي عندها واحد الإشعاع عالمي، وتولي مدينة اللي مستعدة باش تستقبل آلاف ديال الزوار، وتكون بمواصفات عصرية وعالمية ومودرن، وتكون متنفس كبير للساكنة والناس كيقدروا يتحركوا على رجليهم، كاين ما يتشاف، كاين فين تسارى إلى آخره. وداك المحل إن شاء الله غادي يغيّر المعالم ديال المدينة. أنا قبل ما نساليو الفيديو خاصنا نعرفوا بأن هاد المشروع هذا غيكون امتحان لمدينة الدار البيضاء، المسؤولين ديالها باش يشوفوا واش هاد المرة هادي غادي يسالي المشروع في التوقيت ديالو، يتحترم المعايير اللي تحطوا في المشروع. وأنا بصراحةً ما عنديش حتى شي doute ولا ما عنديش أدنى شك على هذا المشروع هذا، حيت شفنا تبارك الله في البلاد ديالنا بزاف ديال الملاعب، بزاف ديال المشاريع الكبرى اللي تصاوبوا في أوقات قياسية، كتكون خاصها غير العزيمة والمسؤولية. المسؤولية والعزيمة والرغبة كتخلّينا كنديروا اللي بغينا، كنديروا كلشي. دونك نتمنوا إن شاء الله هذا المشروع هذا يسالي في الأوقات ديالو في الوقت المحدد. نتوما واش كتظنوا بأن هذا المشروع غادي يسالي في الوقت، والّا غادي يبقاو نفس المشاكل والعراقيل؟ خلّيو لي الآراء ديالكم، راه كنقرا كاع لي كومونتير، وما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب باش نديروا فيديوهات أخرين وهضروا لي على المشاريع اللي بغيتو نتكلموا عليهم، اللي بغيتو تشوفوهم فيديوهات جداد. شكرًا بزاف على التتبع ديالكم، كيف قلت لكم راه توحشتكم.
وأنايا عاود ترجعت باش إن شاء الله نديرو فيديوهات اللي يقدروا يكونوا فيهم إفادة، يقدروا يكونوا intéressants pour la majorité. السلام عليكم ورمضان مبارك.